فعلا ترامب كل يوم حالة جدل جديدة، كل يوم في موعد مع ترامب وعبث لقطات. الراجل عمل إعادة نشر لفيديو بيتكلم عن مستقبل غزة، فيديو معمول بالذكاء الاصطناعي بيتكلم عن اليوم الثاني للحرب في غزة. نشوف الفيديو تاني للي ما شافوش في البداية. Coming to set you free, bringing the light for all to see. No more tunnels, no more fear. Trump Gaza is finally here. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new life. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza number one. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new life. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza number one. الفيديو فيه كمية إشارات حقيرة ومستفزة جدا، زي الفلوس اللي بتنزل من السماء على الأطفال. شوف المشهد، بقول لك كمية حاجات حقيرة. أطفال غزة. لا يعلم ترامب ولا من يدعم ترامب ولا من وصلنا لمرحلة إن ترامب يتكلم ويشوقنا بهذا الشكل. حكام اللي بيقفوا على ديلهم قدامه ويبصوا في الأرض، اللي لولاهم ولولا خيانتهم لم يجرؤ ترامب إن ينشر مشاهد زي دي. غزة كل يوم بتفقد أطفال من أطفالها بسبب البرد بعد ما آلاف مؤلفة استشهدت في الطوفان. البرد بيقتل أطفال غزة، والمهرج العبثي بينشر مشاهدهم بذلك الشكل الحقير. والله طبعا ما تسألنيش بقى عن تعليق. البرد القارس يقتل 6 رضع في غزة بالأمس، والنهاردة مات عيال جديدة. اللهم صبر أهليهم يا رب. والله الواحد ما عارف يودي وشه فين. بالمشاهد الحقيرة في الفيديو، شريك ترامب إيلون ماسك قال لك المهرج إذا دخل القصر فده لا يجعله الرئيس. المهرج إذا دخل القصر ده ما يخلوش رئيس، يخلي القصر سيرك. المهرج التاني في البيت الأبيض، شريك ترامب في اللقطات العبثية كل يوم، ظهر في الفيديو. أنا حاسس إن هو اللي عامله إيلون ماسك وهو بيرقص على شواطئ غزة. شوف يعني عدوا مرحلة احتقارنا بمراحل، والله العظيم بمراحل. حتى مشاهد ترامب وتماثيل ترامب الذهبية والأطفال اللي ماسكين بلالين عليها صورة ترامب، الصورة دي مش إهانة على الإطلاق لشعب غزة الحر اللي بيقاوم بقاله عشرات السنين، وقاوم في 15 سنة اللي فاتت، 15 شهر اللي فاتت، أنا آسف، مقاومة أذهلت العالم، الغريب قبل القريب. الشعب اللي رفض يسيب أرضه وبيته رغم إن العالم كله بيحاربوا، أولهم إخواته. المشاهد دي ما بتهينش الشعب ده، المشاهد دي بتهين حكام العرب فقط. والله تمثال ذهبي لترامب وبلالين عليها صورة ترامب، وحاجة في غاية الحقارة. مشاهد التانية اللي استفزت الناس، أنا مش بكلمك عن أعداء ترامب اللي شايفين تصرفاته حقيرة من زمان، من الفترة الأولى بتاعت رئاسته معروف ترامب وبجاحة تصرفاته، لكن المرة دي أنصاره نفسيهم. أنت رئيس بتهزأ الولايات المتحدة كلها، أنصاره البلد اللي المفروض تكون الأقوى في العالم ينشر رئيسها فيديو طالع فيه مع نتنياهو في حمام السباحة في غزة، في مشهد حقير وعبثي ومحرج الحقيقة لأي أمريكي، قبل ما يكون محزن لذلك الوطن العربي المنكوب من شواطئ الأطلسي لسواحل الخليج. دي الحقيقة. حتى مشاهد الناس اللي بترقص الفيديو، الذكاء الاصطناعي عمل رجالة بترقص في مشهد حقير تماما. والحقيقة ترامب لحد دلوقتي مش فاهم بيتعامل ازاي مع السوشيال ميديا. هل بيشوف الحاجات دي؟ هل بكامل قواه العقلية؟ يعني خلصنا من لقطات بايدن العبثية اللي بينسى، نلاقي ترامب اللي تصرفاته توحي انه اقرب للجنون. ده نتيجة هوانا على الدنيا والله العظيم.
مشاهد الرأس. الفيديو طول الوقت بيعمل مقارنة بين واقع الدمار والإبادة الجماعية الآنية وبين مستقبل غزة ريفيرا الشرق الأوسط بعد تنفيذ خطة ترامب للتطهير العرقي. الفيديو أنا أكاد أزعم إن كل حكام العرب شافوه وكلهم بلعوا جزمة عشان يعرفوا يوصلونا لأي وضع قدام ترامب والعالم. الحكام اللي هيجتمعوا الأسبوع الجاي في القمة العربية يعرضوا فيديو ترامب ويشوفوا لعل يتحرك فيهم ساكن وياخدوا أي موقف. لاحظت من تعليقات الأجانب مصر تحدد 4 مارس موعد لقمة عربية طارئة. أما لو مش طارئة، لو طارئ مش طارئة كانت عملت إيه؟ المهم من تعليقات الأجانب برضو على الفيديو إن الناس بتقول لك غزة دبي. ترامب اللي عايز يحول غزة لدبي. فيظهر في ذهنك على طول، يتبادر لذهنك على طول ان مشاهد الرقصات والملاهي الليليه والمنكر والمنتجعات الخليعه بقت وسم لدبي في عين الغرب. دي من الملاحظات اللي على جنب كده في الفيديو. تعليقات تانية جابت صورة ترامب على شواطئ غزة لكن عرضوا الصورة بشكل مختلف. بشكل مختلف. بص يخرب بيته قاعد على قبور وجماجم. في الوطن العربي الناس تعليقاتها حزينة جدا من المشهد اللي وصلنا له في ظل هؤلاء الزعماء وفي ظل جنون ترامب. والله دول زي المكسيك وبنما بتطلع ترد وتستنكر حاجات زي دي بتمسهم، لكن انت عندك صمت القبور. الناس بتيجي تقعد قدامه ازاي وشهم بيكون عامل ازاي؟ يردوا ايه؟ بالله عليك الاشكال دي بترد؟ الاشكال اللي انت بتشوفها دي بترد؟ تخيل الوقت اللي بيموت كل يوم اطفال في غزة. بص من المثير للسخرية حقا ان يتخيل احدهم حتى لو كان رئيسا مستقبلا لغزة، حتى لو كان رئيسا يتخيل مستقبلا لغزة يتحول فيه الواقع المأساوي الى مشهد هزلي يجمع بين فنادق فاخرة واستجمام على الشاطئ بينما يتجاهل تماما معاناة شعب بأكمله. الفيديو ده مش بس خيال سخيف لكن يظهر انفصال عن الواقع وقلة احترام للتاريخ والحاضر. يعني بجد إيلون ونتنياهو وترامب في مشهد واحد على بحر غزة ده أقرب فيلم كوميدي سيء الإخراج، ده أقرب لفيلم كوميدي سيء الإخراج منه لأي شيء جدي. ما زال حقيقية مش بس في الفيديو لكن في إن في ناس ممكن تصدق إن دي رؤية المستقبل. السيسي وابن سلمان وابن زايد وعبد الله مصدقين. الوقت اللي بيموت فيه كل يوم أطفال في غزة من البرد وسط الدعم الأمريكي اللامحدود. عايز أقف معاك عند بعض تعليقات الناس والله العظيم أولي. المقطع الذي نشره ترامب في غزة المستقبلية كمدينة سياحية يقضي فيها الرجل الأبيض فترة نقاهته ونساء عربيات عاريات يرقصن رقص شرقي له هو الوضع المثالي الذي يريده الغرب للمنطقة. دول لا تملك من أمرها شيئا ولا أي احترام لذاتها واقتصاد مبني على مكرمة سياحية من قبل الرجل الأبيض. ترامب بيحكم أقوى دولة في العالم بهذا العبث. الموضوع مش هزار ولا فيديو ساخر، ده رئيس أمريكا اللي عنده السلطة والنفوذ ويتحدث عن أشرف منطقة في أمتنا كأنها مشروع تجاري، كأن سكانها مش بشر، كأن اختفاء الغزاوية والفلسطينيين حل سهل وبسيط. حتى أنصاره مش فاهمين ازاي بيدير السياسة بذلك الشكل العشوائي. عشان كده أنا مش متخيل إن ترامب ده هيكمل مدته. ده إحساسي يا أدهم. الغزاة لا يتغيرون فقط يبدلون أسماءهم. في خطوة تحياتي للأستاذ خالد صافي
في خطوة تجسد عقلية المستعمرين عبر التاريخ، نشر دونالد ترامب فيديو يتخيل فيه غزة بعد أن يتم تطهيرها في سنة 25 وفق مشروعه الاستعماري. مشهد مخزي يظهر ترامب ونتنياهو يسترخيان على شواطئ غزة بينما تهطل الأموال من السماء ويرقص المستوطنون على أنقاض وطن مسلوب. هذه ليست رؤية التسوية، بل إعادة إنتاج لنهج المستعمرين القدامى، تماما كما فعلت أمريكا مع السكان الأصليين حين حولت أراضيهم إلى ممتلكات خاصة بعد أن أبدتهم أو هجرتهم قسرا. ما يطرحه ترامب ليس مستقبلا لغزة، بل استكمال لجرائم التطهير العرقي والتي تعد وفق القانون الدولي جريمة ضد الإنسانية. أمام هذا المشهد تطرح أسئلة حاسمة على الحكومات العربية والمجتمع الدولي. إلى متى ستبقى فلسطين أرضا تساوم عليها؟ متى يتحرك القانون الدولي لمنع إعادة كتابة التاريخ بمجازر جديدة؟ إن غزة كما كل فلسطين ليست للبيع ولا تبدل بمنتجات سياحية، ولن تكون صفحة جديدة في سجل المستعمرين مهما حاول الغزاة الجدد تغيير ملامح تغيير ملامح الاحتلال. يعني لما فكر ينشر فيديو زي ده ما حطش حلول، ما حطش خطة سياسية محترمة، ما حطش رؤية للسلام، حط حفلات، شواطئ، ناطحات سحاب، ناس بترمي فلوس في الهواء. ترامب جاي يحرركم وكأن الفلسطينيين كانوا طالبين ديسكو وشواطئ، مش طالبين دولة وحقوق. الفيديو ده ليس مجرد تهريج، لكن التحركات حقيقية. للأسف الشديد مبعوث ترامب للشرق الأوسط بيقول الكلام ده النهاردة من جديد للمرة العاشرة. ويتكوف يكشف عن قمة ستعقد قريبا مع مطوري العقارات والمخططين في المنطقة لمناقشة خطة ترامب بشأن غزة. عربي، قمة هتكون بالعربي مع المقاولين والسماسرة في العالم العربي اللي ليهم في قصة البنى والاستثمارات العقارية، وكأن غزة كومباوند هيبنوه، هيبقى فيه مقاولين من دول عربية. تأخير الاستيقاظ خلى الثمن اللي هندفعه جميعا، تأخير الاستيقاظ خلى الثمن اللي هندفعه جميعا ثمن فادح، وهندفعه بمزاجنا أو غصب عننا. الله غالب. كل عام وانتم بخير، من الحد إلى الأربعاء في رمضان المعظم، الشهر الكريم، 10 مساء بتوقيت القاهرة. دعواتكم لأهالينا وناسنا في غزة، في الصقيع، اللي في العراء، معتقلين في سجون الاحتلال، معتقلين في السجون العربية، والمشردين والمطاردين، إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.